السلام عليكم. يلا بينا نعمل النهاردة الحلو ده، نعمله الكوكيز الجميل دوت عشان ما نضطرش نجيبه بالغالي من بره، وكمان كله فوائد لأولادنا. العسل ده لوحده فايدة كبيرة جدا لأولادنا. كده احنا حطينا المج بتاع العسل، حطينا البيضاية والفانيليا، نص كوباية زبدة أو سمنة، نضربهم مع بعض. بعد كده بنحضر الدقيق، نحط هما 4 كوبايات، بس احنا الأول بنستخدم 3، وبعد كده بنزود الرابعة دي حسب ما بتطلب معاكي العجينة. ليه؟ لأن احنا ما بنعرفش الدقيق نوعه ايه. كده حطينا كمان معلقة نسكافيه أو نص معلقة اللي موجود. حضرنا الدقيق اهوت، عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر، وبعد كده بنبتدي نعجن. حطينا حبة، اللي تحطيه شوية شوية، ما تحطهمش كلهم مرة واحدة عشان تعرفي تجمعيهم مع بعض وتعجنيهم. بنحط الدقيق شوية شوية. العجينة طول ما العجينة بتلزق في ايديا بنحط شوية دقيق. احنا حطينا 3 كوبايات، وبعد كده بنبتدي نزود شوية شوية حسب ما تاخد معاكي. بعد كده بتقطعيها قطع صغيرة وبتحطيها في الشوكليت، وتحطيها في الصاج بتاعك، بتكوني مسخنة الفرن. خلاص جهزناهم. ما شاء الله، ولا أروع، جميلة جدا. وكمان خدت حتتين عجين كام قرص منهم، حطيت عليهم شوكولاتة بيضة، ما شاء الله جميلة. الأطفال بيحبوا التغيير، يبقى شكل تاني. جميلة، وربنا يحسنها بين ايديكم. قوموا اعملوها وهتطلع جميلة بإذن الله. واللي ما عملش اشتراك للقناة يعملها عشان يجيله كل جديد.